الله جعل الزواج آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فقد صار الزواج بما صار آية من آيات الله، أن الرجل لزوجته سكن، وطن، حماية، مش بنك بس. لحسن في بعض الناس بيوتها شغالة بطريقة فيزا وتلاجة، هو يدي فلوس وناكل ونشرب وخلاص. لا، لتسكنوا إليها. يعني ايه تسكنوا إليها؟ كل ما فيها من ضعف ما تستخباش فيه غير عندك، وكل ما فيك من مظاهر التعب والإرهاق الحياتي هي وطن واحتواء لك في معيار رباني. الزواج آية. وما تزوج الأولون عن شهوة، إنما تزوجوا عن شهود. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الرحمة تقتضي المودة، والرحمة هي الحب المتبادل. هي ضعيفة أنا أسعدها. كان صلى الله عليه وسلم قد رأى الحق في المعراج وداس بنعليه على بساط الأنس، ومع هذا كان يرى يقوم بيته ويخصف نعله ويعاون أهله ويفعل في بيته ما يفعل الرجال. يعني هي عبوديتك أن تحتويها، وعبوديتها أن تخدمك باحترام. فكل واحد يقوم باللي عليه. يعني السيدة اللي عايزة محرصة على جوزها وبتحبه، نقول لها كتر ألف خيرك ولك الجنة، لأن المرأة إذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وصامت شهرها دخلت الجنة. هي مش تخيل أن الله قسم لها من العبودية إن فرض الصلاة والصيام رمضان وبقية الدين ملخص في جوزها. احنا في زمان فيه موجات كده لهدم الأسر. هذه المرأة، وليس هذا يا عباد الله مقتضاه أن نستعبد المرأة في البيت. الله تكلم عن الأضعف، عن الضعيف فيما يخطئ، ليفهم القوي فيما يحفظ. فقال المرأة إن باتت وزوجها عليها غاضب باتت تلعنها الايه، وهذا مع احترامنا لضعفها، فكيف وأنت قوي؟ فلا بد ألا نحفظ النصوص ونقرأ النصوص بعنصرية ولا بنوع رجل ولا ست، إنما بطريقة العبودية. أن الزواج آية وعقد الزواج ميثاق، فلا بد لكل واحد فينا أن يعلم أنه خليفة الله في أسرته.